السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة أفكار بيتي. وإن شاء الله النهاردة معانا حلقة عن في طرح شقق جديدة، يعني في شقق جديدة وفي إعلان هينزل بعد أجازة عيد الفطر في المدن الجديدة. كل اللي مستني شقق أو مستني إن هو بيتابع إعلانات الشقق عشان يقدم في شقق نازلة جديدة بعد أجازة عيد الفطر إن شاء الله. بس دي تبع الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، يعني مش تبع الإسكان الاجتماعي وكده، دي تبع الهيئة. فهيتم في المدن الجديدة الطرح ده بعد العيد إن شاء الله. هتكلم في الحلقة دي عن طريقة السداد بتاعة الشقق دي، هتكلم عن أماكن الشقق نازلة فين وفي المدن وهتكلم برضو في هذه الحلقة عن مساحات الشقق، المساحة بتاعتها قد إيه، لأن كل ده بيهم الناس اللي عايزة تقدم على الشقة. فبيقول قامت إدارة الهيئة العامة لتعاونات البناء والإسكان إن بيتم طرح الشقق في بعد عيد الفطر وحوالي 300 وحدة سكنية. يعني الشقق حوالي 300 وحدة سكنية، ده اللي هو الطرح اللي هيتم على الكل، يعني حسب لو قدم بقى 300 ياخدوا 300، تقدم أكتر بيتم بقى الأولويات والكلام ده كله. فهناخد أول حاجة نظام السداد. نظام السداد ده بيتم سداد 50,000 جنيه دفعة مقدم جدية الحجز، يبقى مقدم الجدية بتاعة الحجز 50,000 جنيه، ده اللي نتفق عليه مبدئيا. بيتم استكمال بعد ما تدفع 50,000 20% من تمن الوحدة اللي انت هتتخصص لك إلى أن تصل 50% عند الاستلام. يعني هدفع 50,000 جنيه وبعد كده هدفع 20% من تمن الوحدة علشان تصل إن أنا كل دافع إن أنا دافع 50% عند الاستلام، يبقى دافع 50 في المية. طب مساحات الشقق قد إيه؟ مساحات الشقق نازلة بحاجتين اتنين، يعني نازلة بمساحتين، مساحة 109 متر وحتى 150 متر. وان دي الوحدات دي بتاكد الهيئه العامه للتعاونيات دي بتاكد ان هي جاهزه التسليم، يعني هي مش هتتعمل، مش انت هتدفع مقدمات والحاجات دي وتستلم بعد فتره، لا ده هي جاهزه التسليم. طيب اماكن الشقق دي فين؟ احنا بنسال دلوقتي، خدنا المساحات وطريقه السداد وكده. اماكن الشقق نازله في 4 مدن، اللي هي القاهره الجديده و6 اكتوبر وبدر والعاشر من رمضان. وان جميع الوحدات تقع في اماكن مميزه، يعني الاماكن اللي في المدن دي الجمعيه واخده في اماكن مميزه بالمدن الجديده اللي انا ذكرتها لحضراتكم. يبقى هنا هتتابعوا معايا ان شاء الله بعد عيد الفطر، وهنزل على القناه اللي هيتم بعد عيد الفطر ان شاء الله بعد ما تنزل كراسه الشروط، لان بيتم تحت الحجز والتقديم قريب. بس لغايه دلوقتي ما حددوش اسعار الوحدات، عشان في واحده اسالني 20% من ثمن الوحده، طب ثمن الوحده قد ايه؟ هم لغايه دلوقتي لسه ما حددوش بشكل نهائي ثمن الوحده، بس هي ما تنزل الكراسه هتبان الاسعار فالاسعار الرسميه لشقق الهيئه سيتم اتاحتها في كراسه الشروط، وكافه التفاصيل الخاصه بخطوات الطرح والتقديم. انا اديتكم يعني فكره بسيطه عن التقديم عشان الواحد لو كان مناسب معاه، وهيعرف كل التفاصيل، وانا هجيبها لكم على القناه ان شاء الله بشكل تفصيلي في حلقه جايه ان شاء الله، ايه هي التفاصيل كلها بتاعت الشقق دي. بس انا حبيت اعمل الحلقه دي عشان اللي عايز يتابع وبيسال على الشقق وبتروح عليه اعلانات كتير. طيب طبعا انا اتكلمت عن دفعه جديه الحجز اللي بيتم التعاقد عليها، اللي هي 50,000 جنيه، وبيتم تقسيط باقي الوحده على مدد تصل الى 10 سنوات. ده اللي احنا عارفينه لغايه دلوقتي. طبعا الفايده قد ايه، او هياخد فايده مني قد ايه وهتحمل قد ايه؟ طبعا احنا عارفين ظروف السوق دلوقتي والتضخم والمعدلات الفايده والكلام ده كله، فكله بيتحدد حسب الفايده المعلنه من البنك المركزي. احنا في الحلقة دي عرفنا اماكن الشقق ومساحة الشقق وجدية الحجز، وهدفع كام في المية من سعر الوحدة المعلن اللي هيتم طرحها في كراسة الشروط. طيب انا هشتري كراسة الشروط منين؟ بيتم توافر كراسات الشروط. انا قلت الاعلان ده مش تبع الاسكان الاجتماعي ولكن تبع الهيئه بتاعه التعاونيات. هيتم توافر الكراسه دي بعد الاجازه ان شاء الله بمقر الهيئه، او اول ما ينزل الاعلان الرسمي لطرح الشقق دي. هينزل الاعلان الرسمي والشقق وكراسه الشروط هتبتدي انها تتباع او تتوفر في مقر الهيئه. طبعا هتبقى عارفين كل التفاصيل، وهجيبها لكم برضو على القناه عشان اللي مش عايز يشتري ويقعد يقول انا ما استفدتش، فهقول له كل التفاصيل ان شاء الله. وتابعوني على القناه وشكرا.